السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وهنبدأ مع بعض أولى حلقات المسلسل الجديد 220 يوم. وبتبدأ الحلقة الأولى مع أحمد الكاتب الروائي وزوجته مريم، وهم بيجهزوا علشان يروحوا الندوة. وبتقول له مريم اقفل لي سوستة الفستان، وبتسأله وبتقول له أنا كده شكلي حلو؟ فبيقول لها أنت زي القمر. فبيقول لها طيب وأنا شكلي إيه؟ ولسه بتقرب منه مريم علشان تبوسه، فبيهوهو الكلب هيكتور. فقال لها خلي بالك، هيكتور بيغير عليكي جدا. قالت له وأنا كمان بغير عليك وأخاف تبص لغيري كده ولا كده. قال لها أنا ما أقدرش أبص لحد غيرك. وبيبان من كده إنهم بيحبوا بعض جدا. وبتتصل ماجدة مامة أحمد اللي ساكنة في الدور اللي تحتيهم، وبيعدوا عليها وهم نازلين. وبتيجي نادية خالة أحمد وبتطلب من ماجدة مفتاح شقتها علشان تسوي الأكل. وبيقول لها أحمد أنت مش هتسلمي عليا ولا إيه؟ مش كفاية إنك مش هتيجي معانا الندوة؟ فسلمت عليه وبسته. قالت له لأ، روح أنت ندوتك وأنا هعمل الأكل علشان العزومة اللي بعد الندوة. وبنروح لكرم، وكرم ده يبقى ابن خالة أحمد اللي قاعد في عربيته بيرن على خطيبته عالية. وبيقول لها أنا بقالي ساعتين مستني، إيه التأخير ده كله؟ قالت له خلاص نازلة. قال لها قدامك دقيقتين تنزلي فيهم. وهنا قاموا قافشين على بعض. وقالت له مريم خلاص أنا مش رايحة معاك، روح أنت. وقفش هو كمان وسابها ومشى. وفي الندوة بنلاقي أحمد كاتب رواية وبيناقشوا الرواية بتاعته. وبنشوف واحدة كده واقفة، وبيبان على مريم إنها اتضايقت منها. وبيجي كرم وبيقعد معاهم، وبتقول له ماجدة إيه اللي أخرك كده؟ قال لها عالية. قالت له وهي فين؟ قال لها اتخانقنا وقفشنا على بعض. ومريم بتقول له على فكرة عالية كلمتني وهي زعلانة منك قوي. وبنشوف الناس اللي موجودة وهم بيناقشوا الرواية بتاعته. وفجأة أحمد بيجيله صداع شديد جدا وبيحس بألم قوي، ولكنه حاول إنه ما يبينش ورد على الأسئلة اللي الناس سألتها له. وبنشوف راجل ظهر كده في الندوة، وهو وأحمد فضلوا يبصوا لبعض. وأحمد بيتضايق جدا إنه شاف الراجل ده. وبنيجي بعد كده للعزومة اللي بعد الندوة، وأحمد بيقول لخالته إيه اللي جاب الراجل دوت الندوة؟ قالت له أنا اللي عزمته. قال لها الراجل ده مش بينزل لي من زور. قالت له كل ده علشان كان عايز يتجوز أمك من 20 سنة. وبنروح لكرم اللي بيتخانق مع عالية على الواتساب. وبتقول له نادية كل ده وانتوا لسه مخطوبين بقالكوا سنة، أمال لما تتجوزوا هتعملوا إيه؟ وبنشوف عالية في العزومة وهي واقفة مع مريم على بعد منه، وبتقول لها شوفي مستفز ازاي. قالت لها مريم معلش تلاقيه مضغوط اليومين دول علشان تجهيز الفرح، وانه قرب يفتح بيت وكده. قالت لها عالية وايه يعني، ما اخوه اللي اصغر منه ب6 سنين متجوز وهو عادي. وبيظهر هنا حسن اخو كرم الصغير هو وزوجته اللي لسه متجوزين جديد، وبيقولوا له مبروك يا عريس. قال لهم عريس ايه بقى، انا خلاص هبقى بابا. وهنا بنشوف احمد بيضم مريم علشان ما تزعلش انهم اتاخروا في الخلفه، وبياخدها وبيروحوا بيتهم. ومريم بتقول له ايه اللي جاب ملك النهارده في الندوه؟ قال لها احمد ما خدتش بالي منها. قالت له مريم انت تعرف ان الدكتور بلغني اننا ما عندناش مشكله وممكن نخلف في اي لحظه. قال لها انت فاكراني اتأثرت عشان عرفت ان حسن هيخلف؟ احنا نخلف وقت ما نخلف، ولو ما خلفناش انا ما عنديش مشكلة. وتاني يوم بنشوفهم في السوبر ماركت بيشتروا حاجات، وبيجي لأحمد تليفون بيقول لها ده هشام حلمي المنتج. فبتقول له طب افتح السبيكر. وبيتفق معاه احمد انه هيعدي عليه. وبنشوف مريم فرحانة قوي وبترقص في السوبر ماركت، وبيقول لها احمد ايه اللي انت بتعمليه ده؟ قالت له فرحانة قوي. وتاني يوم بيروح احمد للمنتج، وبيقول له المنتج هشام انا اشتريت روايات لناس كبيرة وحولتها لأفلام. وبيقول له مش عايزك تقلق خالص، وانه لما هيحول الرواية بتاعته الفيلم هيكون بعدها مشهور جدا. وهنا احمد بيكون حاطط السماعة في ودنه وفاتح مكالمة مع مريم اللي بتلقنه كل كلمة بيقولها للمنتج، وبتقول له يضغط عليه علشان يوافق على كل شروطه. وبيقول له المنتج انت مش بس روائي شاطر، انت كمان موزع شاطر جدا. وبيمضوا العقد، والمنتج بيدي احمد شيك بالفلوس اللي اتفقوا عليها. وبينزل احمد وبيدي العقد لمريم اللي بتكون فرحانه جدا، وبتقول له هات بقى الشيك. قال لها هتعملي بيه ايه؟ قالت له هنشتري عربيه جديده وهنخلي دي برضو. قال لها وماله، خدي الشيك وخلصي على كل فلوسنا زي ما انت عايزه. وبيروحوا بيتهم، واحمد في الحمام بيرجع له الصداع تاني وبيكون صداع شديد جدا. فبيخرج من الحمام وبيكون مش قادر يقف على رجله.
وبتدخل عليه مريم وبتديله بوكيه ورد وبتقوله ملك بعتهولك، ملك في الندوة، ملك عارفة عنوان البيت. فبيقول لها وهو بيتألم ملك معايا في الورشة يا مريم. فبتسأله مالك؟ قال لها عندي صداع ودايخ. فسندته ودخلته الأوضة وجابت له دواء وقالت له موضوع الصداع دوت بدأ يزيد وانت لازم تشوف دكتور يكون شاطر. قال لها حاضر. وتاني يوم بنعرف ان مريم شغالة في التصوير وبتكون في الاستوديو بتاعها بتحمض الصور. وبعدها مريم بتقول لأحمد انت هتروح لعالية امتى؟ قال لها انا هخلص الاجتماع وبعدين هروح لها على طول. قالت له طيب بمناسبة عالية انا عايزاك تكلم كرم يخف عليها شوية. قال لها حاضر. بعدها بنشوف أحمد بيكلم كرم وبيقول له هو رايح الاجتماع بتاع جمعية المؤلفين علشان يتسجل مؤلف رسمي، وبعدها هيروح لعالية علشان يكشف. وبالليل بتكون مريم قاعدة مع ماجدة بيتفرجوا على الماتش، وفجأة بتنط مريم من الفرحة وبتقول لها ماجدة في ايه؟ قالت لها مريم انها كانت مقدمة على مسابقة تصوير واتقبلت فيها، وان المسابقة دي بتتعمل كل 5 سنين في بلد شكل، والمرة دي هتتعمل في مصر. وبيدخل احمد وبتحضنه مريم وبتقول له انها اتقبلت في مسابقه التصوير وبيفرح عشانها قوي. وبتقول له انت رحت العاليه؟ قال لها اه. قالت له طيب وعملت ايه؟ قال لها طلبت اعمل اشاعه وتحاليل وهروح لها بكره. وتاني يوم الصبح مريم بتقول لاحمد نمت كويس ولا كنت مصدع برضه؟ قال لها لا تمام. قالت له طيب يلا نفطر. وهنا بتتصل بيه عالية وبتقول له انت في البيت؟ قال لها اه. قالت له طيب انت فطرت؟ قال لها لا. قالت له طيب ما تفطرش علشان في تحاليل لازم تتعمل وانت صايم. فبيقول لها هو في حاجة؟ قالت له لا بس في تحاليل لازم تتعمل وانت صايم علشان نطمن. قال لها طيب بلاش تقولي لمريم حاجة انا جاي في السكة. فبيروح احمد لعالية وبيقول لها خير في ايه؟ قالت له ما تقلقش. فبتعرفوا على الدكتور رأفت وقالت له هو ده اللي هيعمل لك الرنين المغناطيسي. فقال لها رنين ايه؟ فرد عليه الدكتور رأفت وقال له لان في كتلة صغيرة ظهرت في الأشعة واحنا عايزين نعرف بس الكتلة دي ايه وسببها ايه. فهنا بيتخض احمد. فبتقول له عالية ما تتخضش، دي ممكن تكون حاجة بسيطة واحنا عايزين نعرف هي ايه. وبنشوف احمد وهو بيعمل الرنين المغناطيسي وبتقول له عالية ان في ورم ظاهر في الاشعة. فقال لها ورم ايه؟ قالت له ان باباها دكتور شاطر ومتخصص في الاورام وهو اللي هيقول لنا ايه الورم ده. وبيروح احمد يقعد على النيل بيفكر في كلام عالية. وهنا بترن عليه مريم وبتقول له طمني عملت ايه عند عالية؟ قال لها طمني مفيش حاجة، الموضوع كله شوية نقص فيتامينات. فبيروح أحمد البيت فبيلاقي ورقة على باب الشقة مكتوب فيها هديتك على السفرة. ولما دخل وفتح الهدية لقى فيها جزمة بيبي فبيعرف إن مريم حامل. وبتيجي هنا مريم وأمه من وراه وبتقول له مريم أنا حامل، وأمه كانت بتصور اللحظة. وهنا بيستقبل أحمد الخبر بحزن وبيحضن مريم وعينيه كلها دموع، لأن الوقت اللي هيبقى فيه أب هو الوقت اللي بيجيله فيه مرض ممكن يموت منه ويعيش ابنه من غير أب زي ما كان عايش هو كمان من غير أب. وبتنتهي الحلقة على كده. وفي النهاية أتمنى تكون الحلقة نالت رضاكم، مستني رأيكم في التعليقات، وأتمنى تشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد، وما تنسونيش بلايك وشير. سلام.